عملنا نوعين من الصوصات، من احلى الصوصات اللي الكل بيحبها وبيعشقها وبتتباع دلوقتي في المحلات باسعار غالية جدا. عملناها في البيت باسهل طريقة وبمكونات اقتصادية باقل تكلفة واعلى جودة وقوام مفيش بعد كده. حاجة كده تحفة، لازم تجربوها. جبت ربع كيلو من الفول السوداني المتحمص اللي من غير ملح، فركته كده في صينيه الومنيوم ودخلته على درجه حراره 160 لمده 10 دقايق يسخن معايا، بس علشان احفز الزيوت اللي فيه تطلع. احطه في الكبه واطحنه طحن ناعم. طحنت السوداني بالشكل ده طحن ناعم، تلاقيه كتل كده وعامل زي العجينه. هنضيف له شويه من الاضافات اللي هتحوله لصوص الفستق. نص كوبايه من السكر البودر لون اخضر، حطي زي ما تحبي درجه اللون معاكي. ربع معلقه صغيره من قصنص الفستق بيتباع عند العطار. معلقه كبيره من الزبده، ربع كوبايه من اللبن ولو احتاجنا نضيف شويه كمان، باكت فانيليا، رشه صغيره من الملح لاظهار النكهات والطعم. هنخلط كل المكونات دي مع بعض. بعد ما خلطت كل المكونات لقيته لسه سميك محتاج شويه لبن، هضيف له كمان ربع كوبايه. خلطت المكونات كلها كده مع بعض واعطتني احلى صوص بيستاشيو، لون وريحه مفيش بعد كده، حاجه روعه. اجمالي اللبن اللي انا ضفته كان كوبايه الا ربع من اللبن عشان اوصل للقوام الجميل ده. بصوا معايا كده، شوفوا قوام الصوص عامل ازاي. عملناه باقل تكلفه واعلى جوده في البيت بكل سهوله. احلى صوص بيستاشيو ده ولا ايه؟ هعمل معاكم نوع تاني من انواع الصوصات، صوص العشق للكل، صوص الشوكولاته بطريقه بسيطه وكمان اقتصاديه والطعم تحفه. هجيب نص كوبايه من السكر، عليها نص كوبايه من اللبن البودر، ولو مش متوفر عندك استغني عنه بس هو بيدي طعم غني وكريمي للصوص. نص كوبايه من الزيت النباتي ويكون طعمه حلو علشان الصوص يطلع طعمه حلو. نص كوبايه من اللبن كامل الدسم. هضيف عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، دي بقى بتظهر نكهه الشوكولاته، رشه فانيليا، رشه ملح علشان تظهر النكهات. هخلط المكونات دي كلها مع بعض لحد ما الصوص يتقل معايا. بعد ما خلصنا صوص الشوكولاته خلط بالشكل ده اداني احلى قوام واحلى صوص شوكولاته ممكن تعمليه. شايفين قوام الصوص ولونه؟ لون الصوص وقوامه بيرجع لنوع الكاكاو اللي حضرتك هتستخدميه. شايفين شكل الصوصات اللي عملناها وجمالها وقوامها التحفه ده؟ شايفين عامله ازاي؟ عملناها بكل سهوله في البيت بأقل تكلفه واعلى جوده. حاجه كده تحفه مفيش غنى عنهم في الحلويات. يا ريت تجربوهم، هيعجبوكم جدا.